ايه اللي هيحصل غير كده؟ وده اللي هنتعلمه النهارده بعد ما اتعلمنا الاف ستيتمنت. اهلا بيكم في الحلقه السادسه مع دي مع سكول، والنهارده هنتكلم عن الالس. النهارده عايزين نتعلم اذا كان الجو حر ولا برد ولا الجو عادي وكويس، وهنا هنستخدم حاجه اسمها الالس. وفي البدايه احنا محتاجين نستخدم الالس عن طريق ان احنا نحط الس، والالس معناها ان هو بيبص على الاختيار الاف، لو الاف دي غلط بيخش على الالس مهما حصل. بعد كده نكتب هنا if a اصغر من 10 print the weather is cold today. وبعد كده ممكن نعمل هنا else ونقول هنا print the weather is normal today. ايه اللي هيحصل؟ ان انا اول ما ادخل له اي بيانات هيعدي في البدايه على الاف ستيتمنت ويشوف اذا كانت هل a اكبر من او تساوي ل 20. لو ده كان صح هيطبع ومش هيخش على الالس، ولو ده كان غلط هيخش على الالس. وجوه الالس احنا حاطين اف ستيتمنت ثانيه، وهيبص هنا هل ال A أصغر من 10؟ لو ال A فعلا أصغر من 10 هيطبع the weather is cold today وخلاص، ومش هيطبع أي حاجة تاني. أما لو كان ال weather مش أصغر من 10 هيطبع the weather is normal today. تعالوا نجرب ونشوف. ممكن أدخل 15 the weather is normal today. لو دخلت هنا 9 هيقول لي the weather is cold. لو دخلت مرة كمان 25 هيقول لي the weather is hot today. وبكده نكون النهارده اتعلمنا اكتر عن الاف ستيتمنت وتعلمنا اكتر عن الالس. ولو حابين تتعلموا اكتر ابعتوا لنا عشان تعرفوا التفاصيل.